قبل ما نبدأ حكايتنا ما تنسوش تصلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. بتبدأ حكايتنا بإن النظام بيبعت إشعار لهان بيقول له طائفة اليشم النقي بتواجه خطر انتهائها وعندك اختيارين، يا إما تهرب فورا وطائفة المعطف السحري هتطردك وانت بتهرب في كل أنحاء العالم وهتقدر تاخد آلة، يا إما تحمي طائفة اليشم النقي. الناس بتعيش مرة واحدة بس، ما ينفعش تهرب طول عمرك، ولما تهزم الطائفة هتاخد كنز صوفي وكتيب تقنية سيف وبيضة وحش سحري فيها عناية فطرية. بيقول هان لنفسه طب ههرب فين؟ طيب ان افضل اهرب على طول في العالم كل شوية دي مش الحياة اللي انا عايزها. على الاقل لو خسرت هقدر انضم ليهم واكون واحد منهم. ده ما بقاش كسل دلوقتي، ده بقى خوف. وبيقول لي تشينج زي انت لسه قايل انك بتقول لي مقدما، ده معناه انهم لسه ما جوش. ليه بيقول له هيحتاجوا شوية وقت عشان الفوضى اللي حصلت في ورقة القيكب، وبالنسبة لينا عندنا حوالي 10 سنين اقصى حاجة. بيحط هان ايده على كتف ليه بيقول له يا زعيم الطائفة، ليه كل الناس بتهاجم طائفة اليشم النقي؟ انا فكرت ان زعيم طائفتنا عنده قوة كبيرة، واضح ان اديت طائفة اليشم النقي مكانة اكبر مما تستحق. ليه بيقول له الحقيقة ان الشخص الوحيد القوي في طائفة اليشم النقي هو السلف المؤسس، ساب الطائفة من 500 سنة من غير اي سبب، ولو كان هنا ما كانتش هتتجرأ طائفة المعطف السحري على مهاجمتنا. من 1000 سنة كان هو الشخص اللي دمر طائفة المعطف السحري وخلى زعيمهم يخاف انه يسأل عن السلف. هم بيقول معنى كده ان طائفة المعطف السحري بتعمل كده علشان تنتقم، صح؟ ليه بيقول له ده مش مهم، المهم انا والشيخ استخدمنا الكنوز اللي سابها السلف المؤسس عشان نتواصل معاه فعلا، ولو السلف المؤسس رجع فما فيش داعي نقلق من طائفة المعطف السحري. وبيمسك ايد هان وبيقول له يا شيخ هان لازم نساعد بعض عشان ننجو من المشكلة، ولو قدرنا نعدي المشكلة دي فمش هيبقى في اي خطر في المستقبل وتقدر تستمر في التدريب في عزلة في سلام. هان بيقول له ماشي هاجي معاكم عشان نتعامل مع طائفة المعطف السحري، وبيضرب ليه برجله بيقول له بس خليني اقول لك حاجة، لو خسرنا انا ههرب على طول. ليه بيقول له مفيش مشكلة، ماشي لو ما قدرناش نكسب مستحيل اسيبك تموت معانا. هان بيقول له تمام، انا هان جوي قررت ان اكون مع طائفة اليشم النقي. على كل حال يا زعيم الطائفة عندكم اي حبوب في الطائفة مناسبة لمتدرب تكوين الروح؟ ليه بيقول له ايه، الطائفة مفتقرة لمواد الكيمياء فتعامل انت مع الموضوع ده بنفسك. هان بيقول لهم طب سلام عليكم انا بقى. ليه بيقول له استنى، مش انت قلت انك هتكون مع طائفة اليشم النقي؟ هان بيقول له انا بهزر بس انا راح اشتري شنطة وحوش. وبيقول لنفسه عشان اخلي الهروب سهل بالنسبة لي. بيقول هان للفرخ يا فرخ يا صغير انت شايف بعينك العالم بره خطير ازاي، حتى لو ما عملناش حاجة هيفضل في اعداء عايزين يقتلونا. فرخ بيقول له يا زعيم ما تيجي نهرب في السر. هان بيقول له فكرة كويسة شكلك بدأت تتعلم. الفرخ بيقول له يعني هنهرب فعلا؟ هان بيقول له استنى لما نشوف الاول. في القمة الرئيسية للطائفة الداخلية بيكون هان رايح في اتجاه القمة ومعاه الفرخ بتاعه. النظام بيقول له انه اكتشف حامل عناية فطرية عايز تتحقق من اصله. هان بيقول عناية فطرية تاني وبيفتح هان النظام عايز يشوف مين ده. بيقول هان لنفسه طائفة اليشم النقي عندها عناية فطرية كبيرة جدا. النظام بيقول له شوان شينج في المرحلة الثالثة من عالم انشاء الاساس، هويتها الحقيقية هي الجسد الفاني للورد الشيطاني، اتولدت بقلب داو فطري وموهوبة جدا. من 3 سنين دخلت طائفة اليشم النقي ومستخبية فيه من وقتها. هان بيصدم وبيقول لورد شيطاني، انا دماغي لفت، معنى الكلام ده انها متدربة في عالم المهاينة على الاقل. في المكان ده مفيش غير بنت واحدة اكيد هي دي، وبتظهر بنت جميلة جدا حواليها شباب كتير معجبين بيها. واحد من الشباب بيقول ابعدوا عنها كلكم دي مراتي. واحد تاني بيقول له انت مفكر انها هتبص القرد زيك؟ بطل كلام فاضي. وبيتخانقوا مع بعض عليها. بتكون هي قاعدة ومش مهتمة خالص باللي بيحصل. شوان تشينج بتقول ايه الملل ده، انا شكلي زهقت من السفر في كل العالم ومن تجارب الحياة. وفجأة بتقول ايه ده، في هالة رقيقة هنا. وبتشوف هان ماشي قدامها وبتقول لنفسها انا الشكل هنا هقعد شوية كمان. بيجي اشعار من النظام لهان بيقول له شوان تشينج عملت تفضيل نجمة ليك بسبب شكلك. هان بيصدم وبيقول كنت عايز اهرب بس عشان ما اعملش مشاكل لنفسي، بس واضح ان جمالي ده هيوديني هو للمشاكل تاني. النظام بيقول زاد تفضيل شوان ليه لنجمتين. بيخاف هان وبيجري تقنية سيف الرياح بسرعة وبيهرب. الفرخ بيقول له بخوف يا زعيم هي الست دي بتبص لك كده ليه، انا حاسس انها هتاكلك، العالم بره مخيف فعلا. هان بيقول له كويس انك فهمت. بيهرب منها هان بسرعة وبيرجع للكهف بتاعه، ولكن هي بتمشي وراه لحد ما بتوصل على الكهف. شوان تشينج قدام كهف هان بتقرأ الجملة المكتوبة على الكهف. شوان بتقول لنفسها اتحمل النهارده عشان تبقى حر بكره. واضح ان الولد ده مختلف جدا وكلامه ده هيخليني اهتم بيه اكتر واكتر. الاحسن ان تسيب احلى اكله للاخر، هجيلك تاني ازورك ومع السلامه. قام بيقول لنفسه ايه ده، الحمد لله مشيت اخيرا.
بيتهيالي ما عرفتش تدخل عشان التشكيل. انا صدعت من اللي بيحصل. غير موضوع طائفة المعطف السحري، ظهر لي شيطان تاني. ممكن يكون هي ظاهرة ان هي متدربة في عالم انشاء الاساس، لكن انا متأكد ان قوتها اكبر من كده بكتير. ده وجع دماغ بجد. الفرق وهو الكيس اللي حطه فيه. هان بيقول له يا زعيم الكيس ضيق قوي، ممكن ترجعني لشنطة الوحوش؟ هان بيقول له سيبني في حالي دلوقتي. وبعد ما سابه في حاله سبحان الله فات 7 سنين. هان بقى في المرحلة الثامنة من عالم الروح الوليدة. هان بيقول ده بطيء جدا كده، مش هقدر احقق هدفي لو ما قدرتش اخترق عالم تكوين الروح قبل ما زعيم الطائفة يوصل لطائفة المعطف السحري. النظام بيقول له صاحبك لي تشينج زي اتهاجم من شخص زميل لكم في الطائفة واتصاب جدا. هان بيقول ايه اتهاجم من زميل لينا في الطائفة؟ بس انا دورت كويس واتاكدت ان كل متدربين عالم الروح الوليدة مش جواسيس. صحيح انا نسيت الشيخ جوان. فعلا تخمين هان جوي صح، الشيخ جوان ما قدرش يتحدى الشيخ ذابح، عشان كده شال فكرة انه يكون زعيم الطائفة من دماغه، ومع كده فضل متضايق، عشان كده راح يدور على لي تشينج زي عشان يهاجمه، واستغل الفرصة عشان يفش غله. قام بيقول له واضح ان الزعيمة ما واجهتش اي مشاكل، وفجأة بتدخل عليه شوان تشينج. شوان بتقول له يا صديقي في الداو انت موجود هنا، اقدر اقابلك؟ هان بيتصبب عرقا وبيقول لها شوان تشينج انت جيتي تاني؟ خلال ال7 سنين اللي فاتوا زارتني مرتين، وفي كل مرة كنت برفض مقابلتها، لكن هي ولا مرة دخلت بالعافية ابدا. انا فكرت ان نيتها كويسة، لكن التالتة تابتة، لو فضلت اتجاهلها ممكن تقتلني. فعلا بنشوف ان هان بيخرج وبيقابلها. شوان بتقول له اخيرا خرجت. بيهجم الفرخة عليها بيقول لها لا بالله عليكي ما تاكليش الزعيم بتاعي. بيضربوا هانا وبيبعدوا عنهم. هان بيقول انا هان جوي، يا ترى الزميلة جاية تزورني ليه؟ شوان بتقول له انا شوان تشينج، طالبة من قمة يشم الخيزران من كام سنة. بالصدفة شفتك في الطائفة الداخلية وانبهرت بيك وبشكلك. من ساعتها وانا مش قادر انسى شكلك ابدا، واتمنى تسامحني على زيارتي المفاجئة ليك. بصراحة جمالك مختلف خالص عن العالم ده. هان بيتكلم بسخافة وبيقول لها بجد شكرا على المجاملة دي، ممكن امشي دلوقتي لو مفيش حاجة تانية؟ شوان بتقول له انت مستعجل ليه؟ اختك الصغيرة عايزك تديك كنز كبير، اتمنى انك ما ترفضهوش مني، وبتديله شوان كارت. هان بيقول لها ايه ده؟ المسكن ده عبارة عن ارض تدريب سحرية في عالم التدريب، تقدر تدخل المكان ده بس بالكارت ده. اي حد بيتدرب هناك على الاقل بيقدر يوصل لعالم الروح الوليدة. وبتقول لنفسها انا متأكدة انه مش هيقدر يقاوم الفرصة دي وهياخد. بيصدمها هان لما بيقول لها شكرا على كرمك، لكن انا مش ناوي اسيب طائفة اليشم النقي ابدا. انا قررت اكمل باقي حياتي اتدرب في طائفة اليشم النقي. شوان بتتصدم وبتقول له ايه انت كده مش مهتم صح؟ بتقول له تمام لسه عندي حاجات كتير. ده سيف روح الارض تقدر بيه تقتل خبير في عالم النواة الذهبية. قام بيقول لها بملل هل اقدر امشي دلوقتي؟ شوان بتقول له كل ده مش كفايه عشان يقنعك، طب لو اديتك ازازه كمان من الحبوب عشان تخترق عالم النواة الذهبيه؟ بتفضل شوان تديله عروض كتيره جدا. هان بيقول لها كفايه الصراحه انا في عالم الروح الوليده اصلا. وبيشيل هان اخفائه للتدريب، وبيظهر لشوان انه فعلا في المرحله الثامنه من عالم الروح الوليده. شوان بتقول له المرحله الثامنه من عالم الروح الوليده؟ ما تقوليش انك الشيخ ذابح. هان بيقول لها ممكن ده يفضل سر بينا. وبيقول النظام لهان ان زاد تفضيل شوان ليك ل4 نجوم. شوان بتقول له كده انت محتاج عروض اكبر، دي حبايه روح وليده من اعلى درجه تقدر تساعدك في اختراق عالم تكوين الروح. ازازه واحده تقضيك ولا عايز كمان واحده؟ هان بيقول لنفسه دي غنيه جدا بجد. وبيقول لها هان اختي الصغيره هو انت ايه حقيقتك؟ شوان بتقول له حقيقتي مش مهمه، لا المهم ليا انك تكون صاحب الدوليه، ايه رايك؟ هان بيقول لها من كميه الكنوز اللي معاكي دي معناها انك مش شخص بسيط، كنت عايز اعرف لو تقدري تساعدينا في التعامل مع طائفه المعطف السحري. شوان بتقول له لا ما اقدرش، كل اللي يهمني هو انت يا اخوان. هان بيقول لنفسه زي ما توقعت مش سهل تخدع لورد شيطاني. بيقول لها وايه المقابل لو وافقت على طلبك؟ شوان بتقول له انه نتدرب سوا ونكون اقوى، موافق ولا؟ بيجي اشعار من النظام لهان شوان تشينج عايزه تكون صاحبتك في الداو، وعندك اختيارين يا اما ترفض لان ازاي احنا المتدربين الرجاله نتهدد من واحده ست، وقتها هتاخد كره من اللورد الشيطاني وهتاخد قوه السيف ده وغامض، يا اما تقبل وهتبقوا صحاب في الداو وهتتاثر بالعنايه الفطريه بتاعتها وهتاخد حب من لورد شيطاني وهتاخد قوه صوفيه. ولكن هان بيحس ان النظام مش عايزه يقبل طلب شوان تشينج لان اختيار القبول كاتبه النظام بخط صغير. هان بيقول لنفسه ايه ده؟ هو النظام قصده نرفض؟ حتى حجم الكتابه مختلف. بنشوف تشوفان ويانج محبوسين في المكان اللي حاططهم فيه طائفه المعطف السحري، وبيتعذبوا وبيتضربوا من حراس طائفه المعطف السحري. تشوفان ويانج بينهجوا من الضرب. واحد من الحراس بيقول الشابين دول بتوع طائفه اليشم النقي عنيدين قوي، كل سنه يهربوا ونرجع نمسكهم وما بيستسلموش برضه، حتى لما بنمسكهم ونرجعهم ونضربهم انا بقول نقتلهم وخلاص. زميله بيقول له احنا عايزين نكسبهم مش نقتلهم. شوفان بيقول لنفسه ايه القرف ده؟ انا تعبت من الضرب. واحد من الحراس بيقول له كفايه كده خلونا نمشي ونروح
نروح نشرب شويه، خلوا حد يدخلهم جوه. شوفان بيقول لنفسه لو كسبت التنوير في المستقبل اكيد هقتلكم واحد واحد من طائفه المعطف السحري. يانج بيقول له ادي الخطه اللي قلت عليها فالح، مسكونا حتى قبل ما نجربها. شوفان بيقول مين كان يتوقع ان واحد بيدرب سحليه على السطح يشوفنا واحنا بيهرب. يانج بيقول له اخويا تشو انا بقول كفايه معافره كده وخلينا نستنى الشيخ هان يجي ينقذنا. شوفان بيقول له الزعيم بتاعك الشيخ ذابح اسف يعني اني بقول لك كده بس هو مش هيجي. يانج بيغضب وبيقول له ايه اللي بتقوله ده؟ الزعيم بتاعك قوي جدا، مفيش حد في طائفه اليشم النقي يقدر يقف قصاده، مين هيجي لو هو ما جاش بنفسه؟ شوفان بيقول له صحيح الزعيم بتاعك قوي وعنده موهبه كبيره قوي، وبيقول لنفسه لكن هو بيخاف من الموت. يانج بيقول له فعلا هو قوي جدا، انا واثق انه هيجي، يمكن يكون بس سايبنا عشان يشوف هنتحمل التعذيب ولا ايه، لكن اكيد هيجي ينقذنا. شوفان بيقول لنفسه الاحسن ما قالوش حاجه، خلينا نسيب شويه امل للطفل ده. بنروح لهان وشوان تشينج في الكهف. النظام بيقول له الف مبروك انت خدت قوه صوفيه ودي هتساعدك لو عايز تهرب وتقدر تنقلك بحركه واحده لمسافه كبيره. شوان بتقول له من دلوقتي انت بقيت صاحبي في الداو، افتكر تتدرب كويس ولما عاوزك هجيلك. وبيزيد تفضيل شوان لهان ل4 نجوم ونص. هان وهو مكسوف من نفسه بيقول انا اسف بجد، كانت كميه الحبوب اللي عرضتها عليا كبير جدا وانا بقيت وحش. فرخ بيقول له يا زعيم هي لسه ممكن تحاول تاكلك. بيضربه هان وبيقول له ما تتكلمش وحش عن صاحبتي في الداو. بياخد هان من الحبوب اللي اديتها له شوان تشينج. هان بيقول حبوب الروح من الدرجه عاليه دي تاثيرها مرعب، معدل امتصاص اللي تشيل روحي بتاعي اللي كان بطيء لمده سنين بقى سريع لدرجه عاليه تاني، وبشويه صغيرين من الحبوب قدرت اوصل لحاجات كتير جدا ما كنتش اقدر اوصل لها في 100 يوم. بس انا ما ينفعش افضل اعتمد كتير على الحبوب دي، لازم اتدرب بثبات يوميا عشان احافظ على التشيل روحي بتاعي. وبكده فاختراق عالم تكوين الروح بقى قريب قوي. بعد سنتين هان بيقول لنفسه شكرا يا لورد شيطاني على كرمك ده، دلوقتي انا على بعد خطوه من عالم تكوين الروح. وبنشوف ان هان دلوقتي في المرحله التاسعه من عالم الروح الوليده، وبيقرر هان يدخل معركه تجريبيه كالعاده. وبيقول لهان يا نظام ابدا معركه تجريبيه. بيقول النظام لهان ان اقوى شخص في طائفه اليشم النقي دلوقتي هو الشيخ جوان، لانه في المرحله الثانيه من عالم تكوين الروح. هان بيقول لنفسه كويس مفيش لسه اي تحركات من طائفه المعطف السحر، لسه عندي وقت عشان اخترق عالم تكوين الروح. بيقول هان للفرخ انا هروح لعالم ال10000 شيطان، خد بالك من الكهف. وهو في طريقه للكهف بيقابل لي تشينج زي وشكله متبهدل. لي بيقول له يا شيخ هان كويس اني شفتك، عندي اخبار حلوه جدا ليه. هان بيقول في سره من شكلك كده واضح انها مش حلوه خالص. لي بيقول له هوانج بعت تحدي لزعيم طائفه المعطف السحري واتقبض عليه من طائفه المعطف السحري، وده ضايق طائفه سيف الطار القرمزي وقرروا يساعدونا ويتعاونوا معانا عشان نهاجم طائفه المعطف السحري. كل حاجه انقلبت عليهم. انا بحب هوانج جدا بعد ما عمل مشاكل كتير، اخيرا عمل حاجه صح المره دي. بيفهم هان ان ليه عايزه يهاجم معاهم فبيقاطعه. هان بيقول له انا فاهم قصدك انك تجيب الشيخ جوان معاك لكن خايف تسيب الطائفه لوحدها مش كده؟ ليه بيقول له لا مش قصدي كده. هان بيقول له خد كل اللي انت عايزه معاك ما تشيلش هم، انا هحمي طائفه اليشم النقي بنفسي. بيفهم ليه ان هان مش عايز يروح معاهم. ليه بيقول له بتبالغ قوي انك بتكون بعيد كده. هان بيقول له بصوت واطي انا قربت اخترق العالم عشان كده عايز شويه وقت. ليه بيقول له مفيش مشكله اخترق براحتك وتسيب طائفه المعطف السحر لينا. هان بيقول له ماشي. ليه وهو ماشي بيقول حلو قوي ده، قدرت تقتل متدرب تكوين روح لما كنت في روح وليده، ولو اخترقت عالم تكوين الروح. هان بيقول بس ايوه تقدر تمشي دلوقتي، ربنا يستر بجد. بيروح هان لعالم ال10000 شيطان. هان بيقول سمعت ان الوصول لعالم تكوين الروح متعب وممكن ان يخلي الناس تهاجمني، وبما ان الموضوع كده فعالم ال10000 شيطان مكان مناسب للاختراق، لازم اخترق عالم تكوين الروح اليوم. وفعلا بيقدر هان يدخل في حاله اختراق عالم تكوين الروح. بيتنكر الزعيم لي تشينج زي وبيقدر يدخل طائفه المعطف السحري عشان يحاول ينقذ تشوفان ويانج من السجن، ولكن بتحصل فوضى كبيره. فبيؤمر شيخ طائفه المعطف السحري الكل انهم يروحوا للبوابه. تشوفان بيقول ليه كل اللي بيجري على بره كده؟ يانج بيقول يمكن حصل حاجه، معقول يكون زعيم الشيخ ذابح جه علشان ينقذنا. تشوفان بيقول له ممكن تكون الطوائف كلها عملت تحالف مع بعض ضدهم، ما تيجي نهرب في الفوضى دي. يانج بيقول له الاحسن نستنى حد يجي ينقذنا. بيزعله تشوفان بيقول له ما ينفعش تفضل قاعد كده ما بتعملش حاجه، افرض ما حدش جه انقذنا نبقى ضيعنا الفرصه. يانج بيقول له انا بقول كده عشان خايف. بتقول خطه غبيه تاني، انت مش عارف كم مره احنا حاولنا. فجاه بيزق لي تشينج زي الباب عليهم وليه بيقول له يا طلاب يا حبايبي من طائفه اليشم النقي انا جيت عشان انقذكم. تشوفان ويانج بيقولوا زعيم الطائفه وحشتنا قوي. ليه بيقول لهم يلا استعدوا للقتال ويلا ندمر طائفه المعطف السحري سوا. الفرخ بيقول يا زعيم اخيرا رجعت، انا فكرت الست دي اكلتك. هان بيضربه وبيقول له انت ما بتفكرش غير في الموضوع ده طول اليوم. فرخ بيقول له مش عنقاء يا زعيم. هان بيقول له بس انت مجرد فرخه دلوقتي
دلوقتي هتبقى عنقاء لما تتدرب. الفرخ بيحزن وبيقول له ماشي هتدرب قد ايه كده. النظام بيقول لهان صديقك تشوفان ولي تشينجزيت هاجموا من طائفة المعطف السحري واتصابوا جدا. تلميذك يانج تهاجم من الطائفة واتصاب جدا. هان بيقول كويس ان فضلت هنا احمي طائفة اليشم النقي واراقب العدو من بعيد. هان بيقول لنفسه بخوف شوان تشينج الست دي دخلت هنا امتى؟ بيقول لها هان ليه جيتي هنا؟ شوان بتقول له جيت عشان اسلم عليك قبل ما امشي. هان بيقول لها باستغراب تمشي؟ شوان بتقول له مش عارفه هقدر اقابلك تاني ولا لا. هان وهو عامل نفسه زعلان بيقول لها طب في اي حبوب تساعد متدرب عالم تكوين الروح؟ شوان بتقول له دي حبوب تحسين خاصه لعالم تكوين الروح، دول 4 علب بس اللي معايا هديهم لك كلهم. هان بيقول لها انت كريمه جدا شكرا جدا ليكي. شوان بتقول له هقعد سنين كتير من غير ما اشوف، ده اللي مزعلني، بالرغم من انك في عالم تكوين الروح دلوقتي لكن لسه مش قوي كفايه. خليك في طائفه اليشم النقي واتدرب كويس وما تروحش اي مكان لان عالم التدريب مليان مخاطر. الفرق بيقول لنفسه واضح انها كانت معديه بس على طائفه اليشم ودلوقتي هتروح مكان تاني، وبيقول بفرح دلوقتي مفيش داعي لانها تاكل الزعيم بتاعي. وفي طائفه المعطف السحري بيكون زعيم الطائفه هوانج مجتمع بالشيوخ. الزعيم هوانج بيقول واضح ان طائفه سيف الطائر القرمزي قررت انها تهاجمنا لحد الموت، فيا شيوخ ايه رايكم في الموقف ده؟ واحد من الشيوخ بيقول انا شايف اننا نخوفهم احسن حاجه باننا نقتل هوانج على طول. واحد تاني بيقول ده حقيقي، دول شايفين نفسهم قوي لازم نذلهم كلهم. واحد تالت بيقول في متدربين في عالم تكوين الروح من طائفه سيف الطائر القرمزي واتنين غيرهم من طائفه اليشم النقي، لكن واحد منهم ما يقدرش يجي فهم مش كفايه عشان يخوفونا. واحد رابع بيقول صحيح معاك حق انا رايي كده. هوانج بيقول بخوف لكن ايه سبب غرورهم ده؟ يمكن عندهم قوات تانية بتساعدهم في السر. الشيوخ بتقول يا زعيم انت بتفكر كتير، وبيقوم كل الشيوخ على الزعيم بسبب خوفه الشديد وحذر المبالغ فيه. واحد من الشيوخ بيقول عندنا 10 متدربين في عالم تكوين الروح فمش هيقدروا يهزمونا. واحد تاني بيقول لو سمحت يا زعيم كفايه تتصرف بالطريقه دي، مفيش اي حد في عالم يان العظيمه كله يقدر ينافسنا، كفايه بجد الحذر الزياده ده. زعيم الطائفه هوانج بيقول له انا مش حذر بالزياده، انا بس بتخيل اسوأ حاجه ممكن تحصل. الشيخ الكبير بيقول له انت حذر بالزياده عن اللزوم وجبان كمان، احنا اخرنا خطتنا كتير جدا لمده طويله ما نقدرش ناخرها اكتر من كده. لو كنتم قلقانين فانا عندي خطه، هنبعت شويه شيوخ يهاجموا القاعده بتاعتهم لان قوتهم الرئيسيه بتهاجمنا دلوقتي، فده معناه ان طوائفهم فاضيه دلوقتي. الشيوخ كلهم بيأيدوا فكره الشيخ الكبير دي فرصه كويسه. برافو عليك يا شيخ، خدت الكلام من على بقي كنت هقول كده. هوانج بيقول بخوف هو احنا المفروض نقاتل؟ كل الشيوخ بيبصوا له بغضب. الزعيم هوانج بيقول ماشي هتعامل مع الموضوع شخصيا المره دي، انا والشيخ شاي كوي هنروح لطائفه سيف الطائر القرمزي وطائفه اليشم النقي كده كويس. الشيوخ بتقول له قرار عظيم من زعيم الطائفه. الشيخ الكبير لشان كوي بيقول له خد بالك لان زعيم الطائفه ممكن يماطل في الموضوع تاني. شان بيقول له انا مبسوط جدا لاننا هنهاجمهم. وبنرجع لهان اللي بيقول انا دربت تقنيات الستة للمستوى الخامس وفي نفس الوقت فهمت قوة صوفية جديدة. كل ما زود تدريبي كل ما بقت قوة طاقة المسارات الستة اكثر قوة، ومع كده تدريبي لسه ناقصه حاجات كتير. طائفة المعطف السحري مش التهديد الوحيد لكن في طائفة ترويض الشياطين عدو قوي جدا. شاو يي حتى مع قوته بس هو مجرد شخص في طائفة ترويض الشياطين، وخلفية طائفة ترويض الشياطين مختلفة جدا. بتدخل عليه يوي بتقول له اخويا الصغير هان، قام بيقول لها اختي الكبيرة انت هنا ليه؟ بتلعب يوي بالفرخة وبتقول له الزعيمة طلبت مني ان ابعت لك تروح طائفة اليشم الهادي لان في حاجة مهمة جدا. قام بيقول لها الزعيمة عايزاني هروح لها حالا، وبيقول لنفسه قليل جدا على ما الزعيمة تبعت لي لازم ارحب بيها. في القاعة الرئيسية لقمة اليشم الهادي بيكون في اجتماع لشيشوان بالطلبة. بيبدأ الطلبة يتكلموا عن طائفة المعطف السحري وعن الشيخ ذابح وصوتهم بيعلى جدا في القاعة. مينج بتقول هدوء الزعيمة وصلت. بتدخل شيشوان وهان جوي وكالعادة بينبهر كل الطلبة بوسامة هان وبيستغربوا ليه هان قاعد جنب شيشوان. شيشوان بتقول كله اسمع كويس، ممنوع اي حد يكشف عن هوية الشيخ ذابح لاي حد، واي حد هيفكر يعمل كده هيطرد فورا، مفهوم؟ الطلبة بتقول مفهوم يا زعيمة. هان بيقول لنفسه يا ترى الزعيمة قصدها ايه باللي هتعمله ده؟ شيشوان بتقول للطلبة خلال الفترة دي يا ريت الكل يوقف تدريبه المنعزل ويعملوا دوريات على الطائفة الخارجية. زعيم الطائفة بعت رسالة وقال فيها ان هو بيشتغل دلوقتي مع طائفة سيف الطائر القرمزي عشان يقتلوا طائفة المعطف السحري، وان الطلبة المسجونين حرروهم، ومع كده هم خايفين ان طائفة المعطف السحري تهاجم طائفتنا لانهم قابلوهم ب5 متدربين تكوين الروح بس، وده معناه ان ال5 الباقيين اتأمروا انهم يعملوا حاجة تانية. ومن بين طلبة القمم ال18 كانت قمة اليشم الهادي هي الاقل مساعدة، وده مش لاننا اقل عدد طلبة، لا زعيم الطائفة كان متحيز معانا، مفهوم؟ كنا بنتدرب بقالنا سنين طويلة، دلوقتي جه الوقت عشان نطلع كل اللي عندنا. الطلبة بتتحمس وبتقولها حاضر يا زعيمة مش هنتراجع حتى لو
لو متنا. بيقول هان لنفسه الطائفه الخارجيه هي خط الدفاع الاول، الحراسه فيها يعني الموت. انا مستغرب انهم متحمسين انهم هيعملوا كده، فعلا يستحقوا دعم الطائفه لسنين طويله، انا ما اجيش حاجه جنبهم. شيشوان بتقول يا شيخ هان عندك الثقه للدفاع ضد طائفه المعطف السحري. هان بيقول لنفسه هي بعتت لي عشان اشجعه، وبيقول للطلبه طبعا نقدر نواجههم. واحد من الطلبه بيقول له انت متواضع جدا يا شيخ هان، طبعا تقدر تعملها. وبتقول لشيشوان بصوت واطي انت في مرحله ايه دلوقتي؟ هان بيقول لها في المرحله الاولى. شي بتقول له انت كنت بتدرب في عزله لفتره طويله، ازاي ما حسنتش مستواك كل ده؟ بتتفاجئ جدا شيشوان. هان بيقول لها وليد شينكس دي ما قالكيش؟ شيشوان بتقول له يلا الكل يمشي، ارجعوا استعدوا وانا هسيب موضوع الدوريات لمينج. مينج بيقول لها حاضر يا زعيمه. واحد من الطلبه بيقول انا حاسه ان تعبير وش الزعيمه مختلف المره دي. زميلتها بتقول فعلا محاكي حق وبيمشوا. شيشوان بتقول لنفسها اخترق عالم الروح الوليده من وقت مش طويل، وقبل ما اعرف اخترق عالم تكوين الروح. بتقول لهان انت بتضحك عليا، شكلك ما بقتش تعاملني كزعيمه ليك، يمكن علشان انا ما عملتلكش حاجه كزعيمه ليك. هان بالاحراج كده بقول لها لا انا مش قصدي كده. شي بتقول له مش مهم، لو عايز اي حاجه اطلبها فورا، المعروف اللي عملته لطائفه الياش من نقي اكبر بكتير من انه يترد لك، فاطلب اللي انت عايزه. هان بيقول لها مفيش مشكله. طيب كده تقدري تعملي كل اللي تقدري عليه عشان تقوي طاقتك الروحيه في سكن الكهف بتاعي. شي بتقول له ماشي هشوف طريقه لكده. بتقول لنفسها هان بيكبر بسرعه جدا جدا، وفي وقت معين المكان ده مش هيبقى مناسب لحد قوي زيه، ولو كانت طائفه الياش من نقي تبقى اقوى. هان بيقول لو مفيش حاجه تاني اقدر امشي. بتفتكر شيشوان ان السلف المؤسس اكيد بقى اقوى منه. بتقول له استنى يا هان لحظه. هان بيقول لها ايوه. شي بتقول له انت هتفضل في طائفه الياش من نقي قد ايه؟ الناس بتطلع لمستوى اعلى والميه بتنزل اعمق، وانت بتبقى اقوى بسرعه، يمكن في يوم من الايام هتبقى طائفه الياش من نقي عبء بالنسبه لي. هان بيقول لها ما تقلقيش، لو كنت عايز امشي كنت مشيت من زمان، ده غير لو كان عندي مكان تاني اروح له اكيد هواجه مصاعب اكبر، مش مهم هروح فين لان كل مكان فيه مشاكل، فبدل ما افضل اتنقل كتير الاحسن ان افضل هنا واتدرب في سلام. شي بتقول له لكن في طوائف تانية كتير في عالم التدريب اقوى بكتير من طائفه الياش من نقي، مش خايف يكون صعب عليك الاختراق لو فضلت هنا؟ هان بيقول لها الزعيمه اتمنى انك تثقي دايما في امكانياتي، لو حبيت امشي فعلا في اي وقت هقول لك قبلها. بيقول هان لنفسه ان ادور عن دواء اعظم في العالم الواسع ده كلام فاضي بالنسبه ليا، احسن ليا نكون في قمه العالم ده ولا تكون مجرد زرعه صغيره في عالم اكبر. مش احسن ان الواحد يعيش حياه مسالمه بيجيله اشعار من النظام ان طائفه المعطف السحري قربت على هجومها على طائفه الياش من نقي؟ بيطلب هان من النظام انه يحدد اقوى شخص من اللي بيهجموا على الطائفه. بنشوف بره طائفه الياش من نقي بيكون واقف زعيم الطائفه هوانج وشان كوي. هوانج بيقول له هي دي طائفه الياش من نقي؟ شان بيقول له ايوه يا زعيم، لو سمحت ابدا الهجوم. هوانج بيقول له شكلهم ضعيف جدا يكون دفخ. شان بغضب كده بيقول له يا زعيم احنا عملنا التحقيقات قبل كده، ما عندهمش اي متدربين في عالم تكوين الروح وعندهم 10 بس في عالم الروح الوليد. هوانج بيقول انا قلقان جدا، حاسس ان في حاجه مريبه. شان بيقول له يا زعيم ما ينفعش نضيع الفرصه دي، لو اتدمرت طائفه المعطف السحري على ايدينا هنقول ايه لزعيم الطائفه السابق؟ هوانج بيقول له استنى نراقبهم شويه. شان بيقول لنفسه يا جبان، لولا حقيقه اني ما اقدرش اخدعه والا كنت سرقت منصب زعيم الطائفه من وقت طويل. بيشوفهم هان من بعيد وهم واقفين بيراقبوا الطائفه. هان بيقول لنفسه واضح ان في واحد منهم شبهي، اللي خلاني اجي هنا هو بس ان عندي المعركه التجريبيه. وبتخلص القصه هنا. فترى فعلا طائفه الياش من نقي هتقدر تقف لهجوم طائفه المعطف السحري؟ فاستنونا في الجزء القادم مع احداث مشوقه اكتر، وما تنسوش تصلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. اشوف وشكم على خير.